ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. انا رفعت حيدر، طالب في طب الاسنان، والنهارده هتكلم معاكم عن تخصصات طب الاسنان المختلفه. والفيديو ده هيبقى متوجه اكتر للناس اللي لسه داخله جديد او بتفكر انها تخش طب الاسنان، او برضو ممكن تبقى للناس اللي مثلا عندها مشكله معينه ومحتاره ومش عارفه لازم تروح لانه نوع من دكتور السنان. من غير ما اطول عليكم اكتر من كده خلينا نبدا في الفيديو. طبعا خلينا متفقين انه معظم الناس وبصراحة منهم انا بنخاف جدا من زيارة دكتور الاسنان دي. بس يا جماعة صدقوني انا بعد ما دخلت الكلية عرفت بجد اهمية دكاترة الاسنان. واول دكتور هنتكلم عليه هو دكتور التقويم. دكتور التقويم او بنقول عليه الاورثودونتست. الاورثودونتست بيبقى متخصص في ان هو يعالج اصطفاف الاسنان او بروزها لما يبقى فيهم مشكلة. يعني في حاجة اسمها الانفيزالاين، ووظيفة دكتور التقويم ان هو بيعدل لنا الانفيزالاين ده. وطبعا اهم الفوائد من الموضوع ده هو اولا هو يحسن المنظر. طبعا انتوا عارفين لما السنان بتبقى طالعة بشكل مش لطيف او تبقى مثلا مش كلها على البلين اللي لازم تبقى موجودة عليه، يبقى الشكل العام مش كويس. دي حاجة بنسميها الاستاتيكس. فبالتالي من احدى المهمات بتاع دكتور التقويم هو ان هو يحسن الاستاتيكس بتاع البيشنت. ده اولا. تاني حاجة طبعا انه دي ممكن تؤدي لكومبليكيشنز في المستقبل، زي مثلا صعوبة في المضغ. فيستحسن انه لو في حاجة زي كده تروح على طول دكتور التقويم، وتحاولوا ان انتوا تظبطوا المشكله دي، بالذات كل ما كان السن اصغر، عشان كل ما السن بيكبر كل ما البروسيس بيبقى اصعب واصعب. التخصص التاني هنتكلم عليه وده بيبقى تخصص مهم جدا جدا جدا، وده اصلا بيبقى محتاج له اكتر وقت علشان الدكتور يقدر ان هو يشتغل في التخصص ده، وهو الاورال اند ماكسيلوفيشيال سيرجري. من الاخر كده انت بتروح للدكتور ده لما يبقى عندك عملية معقدة ليها علاقة بالبق أو بالفك أو بالوش بشكل عام. يعني مثلا في سنان متضرة مثلا انت محتاج تشيلها، او في تشوهات في الفك انت عايز تظبطها، بالذات ان كانت مؤثرة على الكلام والمضغ بتاعك. دي كلها حاجات بتضطر ان انت تروح تعالجها عند دكتور الاورال اند ماكسيلوفيشال سيرجري. يعني نقدر نقول من الاخر كده الدكتور ده بيبقى مهم جدا في الحوادث والحالات مش هقول نادرة، بس الحالات الصعبة واللي محتاجة تدخل جراحي دقيق جدا. تالت تخصص معانا النهاردة هو دكتور أمراض اللثة أو بنسميه البيريدونتست. وده من الاسم بيبقى ليه علاقة بأي مرض أو بأي حاجة ليها علاقة باللثة بتاعتك. وطبعا كتير مننا بيمر بالمشاكل دي زي التهابات اللثة أو حتى نزيف اللثة. والالتهابات والنزيف اللي بيحصلوا للثة لو ما تعالجوش في أسرع وقت ممكن يسببوا complications أكتر بكتير، وده ممكن يبدأ يأثر على أسنانك نفسها. فأنت بتلاقي ناس كتيرة جدا تيجي تقولك لا يا عم دي المشكلة فوق في اللثة كلها كام يوم وتتحل. هو فعلا في حاجات كلها كام يوم تتحل، ولكن في حاجات ما بتبقاش بسيطة زي ما انتوا فاكرين. وزي ما قلت ممكن يحصل complications ويبدأ الموضوع ده يأثر على أسنانكم، وساعتها هتخشوا في مشاكل أكبر بكتير. فياريت اللي حاسس ان هو عنده مشكلة في اللثة بتاعته ياريت في اسرع وقت يروح للمتخصص عشان يشوف له الموضوع ده. ولو اللثة بتاعتك بتنزف كل فترة او بتنزف بسهولة، ياريت برضو ما تستهونوش بالموضوع ده. لو بتغسل سنانك ولقيت ان انت مثلا كل يوم او كل يومين بتنزف بسهولة، يا جماعة ده ممكن يبقى فيه مشكلة. فبالتالي ياريت تروحوا للدكتور علشان تشوفوا الموضوع ده ايه اصلا. رابع نوع معانا وهو دكتور اسنان الاطفال. وده طبعا اللي احنا كلنا كاطفال كنا بنكرهه ومش عايزين نروحه، وفي منا اللي كان بيعيط ويصوت يوم ما يعرف ان هو رايح للدكتور ده. طيب الدكتور ده بيبقى ايه تخصصه؟ هو من الاخر كده بيبقى ليه علاقه بكل امراض الاسنان او مشاكل الاسنان اللي ممكن تواجه الطفل وهو صغير، وبرضه المراهقين، زي مثلا التسوس او المشكله في النمو او. وطبعا الدكاتره دول لو انتوا تفتكروا وانتوا صغيرين بيتعاملوا معاكم باسلوب خاص جدا، وده جزء من شغلهم. لازم يتعاملوا معاكم باساليب خاصه تقلل القلق من عندكم، وفي نفس الوقت تساعدهم ان هم يعرفوا يشتغلوا معاكم، بالذات ان هم بيقابلهم حاجات كتيره صعبه زي العياط والسويت والحركه الكتير. فهم بيبقوا متدربين كويس قوي على ازاي يتعاملوا مع الناس دي، مع الأطفال دي. وفي نفس الوقت برضو بيبقوا بيستخدموا تقنيات مختلفة علشان يقدروا يتعاملوا معاهم. بيبقوا برضو حريصين جدا ان هما يبقى في مونيتورنج على طريقة النمو بتاعت السنان، عشان يتأكدوا انه ان شاء الله السنان تطلع بشكل كويس لما خلاص تكبروا وتبدأوا ان انتوا
تروحوا لدكاترة تانية أو بشكل عام يعني. خامس تخصص معانا وهو تخصص العصب، دكتور العصب أو الاندودونتست. ده من الاسم برضو بيشتغل إن هو يعالج العصب بتاعك لما بتحس بوجع في أسنانك، سواء كان على البارد أو مثلا شربت حاجة سخنة مثلا فحسيت بوجع. طبعا كل دي ليها تشخيصات مختلفة، وأنا زي ما قلت لكم لسه داخل على سنة تالتة، فبالتالي أنا لسه ما تغوطتش في الحاجات دي وفي السيناريوز المختلفة. ولكن بشكل عام حسيت بوجع في أسنانك، حسيت بكهرباء في أسنانك، دي كلها بتبقى ليها علاقة بدكتور العصب أو الاندودونتست. فبالتالي لو حسيتوا بأي حاجة ليها علاقة بكده، ده بيبقى الدكتور ليكم على طول. التخصص السادس والاخير اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو البروستودونتكس. والبروستودونتكس احنا ممكن نقسمه لجزئين، عندكم الريموفبل بروستودونتكس وعندكم الفيكست بروستودونتكس. كلمه بروستودونتكس بشكل عام يعني تركيبات، عندكم الفيكست اللي هي التركيبات الثابته، وعندكم الريموفبل اللي هي التركيبات اللي من الاخر كده بتتشال. بصراحه ما اعرفش اسمها بالعربي. التركيبات اللي بتتشال او التركيبات الفيكست من الاخر كده يا جماعه دي بيبقى ليها علاقه بالدكتور نفسه، على حسب تشخيصه ليك بيقرر ساعتها هل انت في الحالة دي محتاج ان انت تركب حاجة فيكست او محتاج ان انت تركب حاجة عادي ريموفبل. ولكن مثلا عندك سنة عايز تركبها مش موجودة، يعني عندك طقم كامل عايز تركبه. فاهمين انتوا الجو ده كله بيبقى ليه علاقة بالبروستودونتست. وبالتالي لو حد عايز يركب كراون، بريدج، دنشر، كل الكلام ده بتروحوا للبروستودونتست. وزي ما قلت لكم القسم بالظبط مين اللي بيحدده الدكتور بتاعك بعد تشخيصه ليك. بس كده يا جماعه احنا كده وصلنا لاخر الفيديو. وزي ما قلت لكم الفيديو ده ظريف لطيف بسيط جدا للناس اللي ناويه تخش طب الاسنان وعايزه تعرف هم داخلين على ايه او ايه التخصصات اللي هتقابلهم في المستقبل، او للناس اللي عايزه تروح للدكتور بس مش عارفه تختار الدكتور على حسب ايه بالظبط. فبالتالي انا حاولت على قد ما اقدر ان اشرح بشكل مبسط كل دكتور بالتخصص بتاعه وتروح له امتى. وبس ده كان نهاية الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، واستنوني في الفيديو اللي جاي. سلام.